الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسالة سلام. اليوم سنكمل الحديث عن شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي أوجب الله عز وجل صيامه، وتحدثنا عن تفسير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن وصلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذكرنا في الجانب المهم لهذا الشهر الكريم، وأنه شهر عظيم عظمه الله عز وجل وأوجب صيامه، ووضع فيه ودع فيه مجموعة من الأجور، وشرع لنا مجموعة من الأعمال التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فهو ميدانه ميدان تنافس وميدان تسارع وتسابق، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي آية أخرى قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ثم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فشهر رمضان شهر ينبغي أن يجتهد الإنسان فيه قدر المستطاع ويبذل قصارى جهده، لأنه شهر عظيم وشهر كبير، ولعل الإنسان إذا حظي به في هذه السنة ربما لا يحظى به في السنة التي تليها، عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. مشاهدينا الأكارم، ربنا عز وجل قال بعد هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهنا ربنا عز وجل يشير إلينا إشارة خفية أن هذا الشهر شهر الدعاء وشهر الاستغفار وشهر الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يجتهد قصارى جهده في أن يطرح حوائجه بين يدي الله عز وجل. ويحسن بنا هنا مشاهدي الأكارم أن نمر مرورا طفيفا على بعض الآداب للدعاء. الدعاء هو العبادة كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يدعوه يلتزم بهذه الآداب التي إن فعلها يرجى أن يكون دعاؤه مقبولا. وكان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. وهذا معناه أن الإجابة يعني مؤكدة، فيها يقين من المؤمن أن الله يستجيب دعاءه، لقوله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وفيما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يستجيب للعبد ما لم يستعجل، أو ما لم يقل دعوت ودعوت فلم يستجب لي. إذن مشاهدي الأكارم، الدعاء مستجاب، أي مؤمن دعاءه مستجاب، أي مؤمن أي مسلم. لم يشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون الدعاء الصالحين فقط هو المقبول، لا، بل كل المسلمين دعاءهم مقبول، إلا من كان أكله حراما وشرابه حراما
ويغذى بالحرام فهذا الذي لا يستجاب له. ولذلك لما سئل معاذ بن جبل فيما أذكر قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أريد أن أكون مستجاب الدعوة. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب دعوتك، أو أطب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. فهذا أمر عظيم. كذلك الإنسان لا ينبغي له أن يدعو بقطيعة رحم، فإذا أراد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى يكون متوضئا مستقبل القبلة حاضر القلب، يستحضر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يستحضر رحمة الله عز وجل وينسى ذنوبه وينسى معاصيه في هذه اللحظة، لأن الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فربنا عز وجل يتعامل معنا بما هو أهله ولا يتعامل معنا بما نحن أهله. فإذا تعامل معنا بما نحن أهله هلكنا، ولكن هو يتعامل معنا بما هو أهله من المغفرة والحلم والعفو على العبد. نعم، فيتجه العبد بهذه النية الطيبة ويضع بين يديه الثناء والحمد لله عز وجل، فيبدأ بالحمد والثناء لله. والسنة النبوية مليئة بالحمد، وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يحثنا باستخدام الأذكار الواردة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك الأذكار التي فيها السجع المكلف. فكان رحمه الله يقول لو أن الإنسان اكتفى بما ورد عن رسول الله لأغناه الله سبحانه وتعالى عن تلك التي فيها أحاديث ضعيفة أو فيها تكلف من سجع. فالسنة النبوية مليئة بالحمد والثناء على الله. فمثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الإنسان أو إذا تعار المؤمن بالليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن صلى قبلت صلاته، وإن دعا واستغفر قبل دعاؤه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ثناء على الله عز وجل. كذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وليس فوقك شيء، وأنت الباطن وليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغني من الفقر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث التي وردت في الثناء على الله عز وجل يطبقها الإنسان تارة ها هنا وتارة ها هنا، تارة يأخذ من هذا تارة يأخذ من هذا الحديث، وهكذا يثني بها على الله تبارك وتعالى. وقد قال أحد الصحابة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فاختلف الملائكة أيهم يكتبها أولا، فتبادروا أيهم يكتبها أولا من عظم ما قال هذا العبد. وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بدعاء عظيم. إذن لا بد من تقديم الثناء على الله عز وجل، فإن لا أحد يحب الإلحاح على الله مثل الله سبحانه وتعالى. فالإلحاح على الله عز وجل مطلوب من العبد أن يلح على ربه بكل ما أتاه الله عز وجل من الثناء. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة يؤذن له فيأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل، فيفتح الله عز وجل عليه من الثناء ومن
الأذكار ومن يعني حمد الله عز وجل ما لم يكن يعلمه من قبل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالثناء على الله عز وجل مطلوب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا ثناء. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، هذا ثناء. الحمد لله خالق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا ثناء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، هذا ثناء. فهذه الأدعية وهذه الآيات تقرأ بنية الدعاء ففيها خير كبير. وإذا كان الإنسان تثقل عليه هذه الأذكار بإمكانه أن يختصر فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن في هذا الخير والبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك من أيهن بدأت. وهذا من عظم رحمة الله بالعبد، أن هذا الذكر بالذات لا يضرك من أيه بدأت. إذن هناك يعني أذكار يجب علينا أن ننضبط في ذكرها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا الحديث يدلنا على أن الأذكار، على أن هذا الذكر لا يضرك بأيه بدأت. فيمكنك أن تبدأ الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله أكبر، وتبدأ ممكن الله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله، أو تبدأ لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هكذا تستطيع أن تبدأ بأي جهة لا يضرك بأيهن بدأت. فمن ثقل عليه حفظ مجموعة من الأذكار فيكتفي بهذا. المهم أن الإنسان يكون قلبه خاشع وحاضر، هذا شرط، وكذلك يثني على الله عز وجل بما هو أهله. ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المعروفة السهلة. إن قال اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد يكفي، وإن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فهذا أيضا حسن. هذه الصلاة الإبراهيمية من أفضل وأجمل وأبرك صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتستخدم هذا وتستخدم هذا من أجل أن تكون قريبا من الله. تصلي على النبي لأن الله عز وجل لا يرد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا، وبالتالي حينما يكون دعاؤك بين صلاتين فإن هذا الأمر غالبا ما يكون مستجاب الدعاء، لأن الله لا يمكن أن يأخذ ما بين صلاة على النبي ثم يترك ما بين الصلاتين ويدعهما دون أن يرد. ثم الإنسان بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من ذنوبه، لأن لا يوجد إنسان ليس له ذنوب، فلا بد له أن يستغفر. ولا يعلم الإنسان هل الله عز وجل غفر له ذنبه أو لا يعلم. فبالتالي المؤمن يظل خائف، يظل وجل، يظل قلق. صحيح هو يحسن الظن بربه، لكن جانب الخوف يغلب على جانب الرجاء ما دام حيا. وإذا أصبح في فراش الموت فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، كما وجه ذلك علماؤنا مشايخنا الأفاضل. في هذه الأكالم فيستغفر الإنسان، يذكر إن ذكر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قال هذا
فهو خير أفضل، لأن هذا سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله من يومه فما دخل الجنة، ومن قاله من ليلته فما دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن شق عليه هذا، شق عليه حفظه، فيقول كما قال نبينا آدم عليه السلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، عفوا هذا هو دعاء آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذا أيضا دعاء عظيم. أو تقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت العزيز الغفور. هذا أيضا ورد في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنك في هذه الفترة تستغفر وتطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فبدأت بالحمد والثناء، ثم صليت على رسول الله، ثم الآن استغفرت وتبت إلى الله عز وجل من ذنوبك. الآن ادخل في مطالبك، ادخل الآن في مطالبك الذي تريد أن تطلبه، سواء كان من خيري الدنيا، سواء كان من خيرات الدنيا أو كان من خيرات الآخرة. والمؤمن عليه أن لا يستعظم شيئا على الله، فإن الله على كل شيء قدير. وإذا أنت لم تطلب ربك فسوف يغضب عليك، فلا بد من سؤال ربك بما تريد وبما ترجو، وتشكو همك وحزنك إلى الله عز وجل، تشكو ما أهمك وما أصابك من هموم الدنيا. فإذا سألت الله عز وجل اسأله بإلحاح. أيضا هذه يعني قضية مهمة، أنك إذا سألت الله فاسأله بإلحاح، لا تسأل تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. لا، بل عليك أن تسأل الله بإلحاح في الأمر الذي أنت تريد. وثمة أيضا أمر تستطيع أن تتوسل إلى الله عز وجل ببعض الأمور، ومنها من أعظم التوسل أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، فتقول مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا جائز، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أو تقول يا ذا الجلال والإكرام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، فتستطيع أن تسأل الله يا ذا الجلال والإكرام. أو تسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا طلب أعطاه، وهو قوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. هكذا الدعاء باسمك اللهم الذي هو دعاء الفرد الصمد الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحديث ففيه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. إذن عليك أن تتعلم أسماء الله عز وجل الحسنى. فإذا كان طلبك هو طلب المغفرة فتقول يا غفار اغفر لي، يا غفور اغفر لي. وإذا كان الطلب رزق فتقول يا رزاق ارزقني. وهكذا علمونا مشايخنا وأساتذتنا. ثم عليك أن تتفنن بالدعاء وأن تلح على الله عز وجل وتسأله. ثم أيضا لا يحتاج إلى سجع ولا يحتاج إلى تنمق في الكلام، فإن الله عز وجل يرى إلى القلوب قبل أن يستمع إلى الكلام. فعلى العبد أن يجتهد أن يكون قلبه حاضر، أن يكون قلبه حاضر. وأذكر ذات مرة أن أحد الإخوة كان متزوج بزوجتين ولديه أطفال كثر، فدخل إلى الحرم المكي وقال
اللهم ابتليت بزوجتين و11 ولدا وليس عندي مال، اللهم الفرج. أو كما قال هذا الرجل، يعني كانت عباراته عبارات عادية جدا، ليس فيها تنمق وليس فيها إلحاح المشايخ والعلماء، إنما هي كلمات قالها وتوجه إلى الله، سمع الله الدعاء. وبعد أن دعا هذا الرجل مباشرة أول ما خرج من الحرم اتصل عليه بهاتف أن ثمة وظيفة من أحسن ما يكون، ففتح الله عز وجل عليه خيرا كثيرا. وأعرف إحدى الأخوات أيضا يعني تضرعت إلى الله في هم أصابها، وليس هناك تنمق في الدعاء، وإنما بكت وقالت يا ربي إن توفي عني زوجي فإنك أنت حي لا تموت، فاستجاب الله عز وجل دعاءها وفتح عليها خيرا كثيرا. وأعلم إحدى الأخوات أيضا كانت تقول اللهم إني ملتزمة بشرعك، وإنك ترزق أخواتي وجيراني وجاراتي اللاتي هن مقصرات في دينهن، وأنا ألح عليك بالدعاء يا رب، ففتح الله عز وجل عليها وأصبحت ما شاء الله غنية، وفتح ربنا تبارك وتعالى عليها خيرا كثيرا. وهكذا أحد الإخوة أيضا فقد أهله وكان صغيرا في السن، فقد أهله في مكة المكرمة، وقال يا رب إن كنت حقا فاجمعني بأهلي، وذلك كان في شهر رمضان وفي شدة الزحام والعالم بأعداد هائلة جدا، فقال هذا، قال يا رب إن كنت إلها حقا فاجمعني بأهلي، فالتفت يمين فإذا بأهله أمامه، فقال سبحان الله. كنت أنا أعظ هذا الأخ أقول له يا أخي ألا تصلي ألا تصوم، قال لي يا أخي أحكي لك موقفا، فحكى لي هذا الموقف. فربنا عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذات مرة أحد الإخوة يعني ومن يعتبر في سن أبائنا أو إخواننا الكبار اسمه عم سعيد نوراي. عم سعيد نوراي هذا سبحان الله يعني استقدم والدته من إريتريا من أجل أن تحج، وأمه عمياء لا تبصر، عمياء سبحان الله كفيفة البصر. ففي الحج أثناء الطواف أو أثناء السعي ضاعت منه. تخيل عجوز ولا ترى ولا تنظر، فضاعت منه، وهو يحكي لي هذه القصة. فقال لي أصابني هم وكرب عظيم، يقول كيف أضيع أمي التي لا ترى، من سيخدمها، من كذا. فيقول اتجهت فورا إلى السجاد واتجهت إلى القبلة وكبرت، يقول اللهم، وبدأت يقول أصلي ركعتين ثم قلت اللهم أعد إلي أمي، اللهم أعد إلي أمي. يقول بعد ما انتهيت من الركعتين شعرت بشخص بجواري جالس، والله يقول شعرت بشخص بجواري جالس على اليسار، فأسرعت في إنهاء الصلاة السلام عليكم السلام عليكم الثانية، قال فقلت الديم علي، يعني أمي الحبيبة، حتى الله أعلم إذا كمل السلام أو لا. فوجد أمه أمامه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. دعاء يا إخواني، الابتهال إلى الله شأنه عظيم. اليوم نحن نستقبل شهر رمضان، اجتهد في الدعاء، لا تفوت على نفسك ولا تقول إن ربي لا يستطيع أن يمدني بهذا وهذا، أو كيف أسأل الله وأنا صاحب ذنب، لا تقول ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم وحليم. فلذلك ادعو ربك. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نرجع. عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا والعول أحمد. مشاهدينا الكرام كنا نتحدث عن آداب الدعاء، وهذا من أهم ما ينبغي أن نجتهد فيه في رمضان لأمرين. الأمر الأول لأن الله قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عرض عظيم. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد عند فطره،
للصائم دعوة لا ترد عند فطره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكرنا آداب الدعاء، أنك أولا تثني على الله عز وجل، ثانيا تصلي على النبي، ثالثا تستغفر، رابعا تلح على الله بالدعاء، خامسا يكون قلبك حاضرا، سادسا لا تدعو بقطيعة رحم، وسابعا يجب أن يكون بطنك وجسدك غذي بالحلال، فأكل الحرام يمنعك. ثامنا، وصلنا في الثامن، وثامنا تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تختم أيضا كما بدأت بالثناء على الله عز وجل. كان يعجبنا مشايخنا في الحرم حينما يختمون الأدعية يقولون: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دعاء عظيم. أو يختمون بقول دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبهذه الخاتمة وبقوله: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، يختم دعاءه، ويكون موقنا أن الله يستجيب دعاءه، وأنه يجب. كيف يكون موقنا؟ يكون موقنا أنه يكون قلبه مطمئن، وأن يحسن الظن بربه، وأن الله سيستجيب هذا الدعاء، وأن عليه أن لا يتعجل في ذلك. وإذا كان الأمر عاجل جدا، عاجل، وخلق الإنسان عجولا سبحان الله، فليبشر بالخير. حتى في الدعاء العاجل رب العالمين يستجيب. إذا كان ثمة كرب عظيم وشدة، فإنك إذا تضرعت إلى الله بأمر العاجل يستجيب ربنا جل وعلا. وبعدين نحن لا نجرب الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يحب ذلك. نحن نوقن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب. كيف نربي أنفسنا على اليقين؟ هنا الكلام. أنت حينما تدرب نفسك بالدعاء وتقول سيستجيب الله، سيعطي، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم قالوا سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. شايف كيف؟ إنا إلى الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والسين هنا دخلت على الفعل لسرعة التنفيذ، سيؤتينا الله وليس سوف يؤتينا الله من فضله، فدليل على أن هناك تسارع في الإجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك بعض الأدعية قد يدخرها الله عز وجل لك يوم القيامة. شوفوا إخواني، المؤمن لا يخلو في الدعاء من ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله له دعاءه فورا، أو أن يصرف عنه شرا، أو أن يدخرها له يوم القيامة. رأيتم؟ لا تخرج الأدعية من ثلاثة أمور. ليس هناك شيء اسمه أن يرد الله دعاءك أبدا أبدا أبدا. رب العالمين لا يرد دعاء أحد أبدا، سواء رفعت يديك أو لم ترفع، سواء كنت متطهرا أو لم تكن متطهرا. الدعاء هو الوحيد الذي لا يحتاج إلى طهارة، ولا يحتاج إلى قبلة، ولا يحتاج إلى أي شيء، فقط أن يكون القلب متوجها إلى الله، ويكون البطن قد امتلأ بالحلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، وألا تدعو بقطيعة رحم، فإن الله لا يحب ذلك. قطيعة الرحم محرمة، أو لا يعني أيضا الإنسان يحذر أن يدعو على أخيه المسلم إلا إذا كان مظلوما، فله ذلك، والعفو أفضل. كذلك هناك آداب مثل هذه الآداب التي، أما ما يتعلق ب يعني التعدي في الدعاء، كأن تقول اللهم إني أسألك الجنة، أسألك الشجرة التي موجودة على يمين الجنة، هذا تعدي. فإن تسأل الله عز وجل الجنة سيؤتيك الله تلك الشجرة وغيرها. رأيتم؟ هذا تعدي. أيضا يعني هناك أمثلة كثيرة في أنواع التعدي.
أما ما يقولون بعض المشايخ أنك تسأل الله في حدود يعني وضعك، فهذا حقيقة فيه نظر. أنت تسأل الله عز وجل كل شيء، فإن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فشهر رمضان قادم، أيها المرضى، أيها المسجونين، أيها الفقراء، أيها المهمومين، أيها طلبات الدنيا لا تنتهي، كل امرئ منا عنده طلب. مشايخنا في الحرم كانوا يقولون من أجمل أدعيتهم: اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته. يا سلام، ولكل واحد له مسألة، لكن وتكن مسائلك عظيمة، تكن يعني هممك كبيرة، الله سيعطيك ما تشاء، الله عز وجل سيعطيك بما تطلب. ربنا عز وجل لا يحرم أحدا أبدا. يعني يقولون أن يوسف عليه السلام لو أنه سأل الله تعالى أن ينجيه من فتنة النساء لنجاه، ولكنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فقدم بمقدمة ابتلي بها نبي الله يوسف عليه السلام، فسجن 7 سنوات وقيل 9 سنوات. إذن الإنسان يقول وينطق بالخير، يقول اللهم اجعلني قائدا، اللهم افتح علي كنوز كسرى وقيصر، اللهم اجعلني هاديا مهديا، اللهم ثقل موازيني، اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك أبدا، اللهم افتح علي أبواب فضلك ومنك. وهكذا تسأل الله كل شيء. من يريد زوجة يسأل الله زوجة طيب، اللهم إني أسألك زوجة جميلة حسناء ذات حسن وجمال وخلق، اللهم يا رب اجعلها قرة عين لي، يرزقك الله. أما من يقول اللهم إني أسألك زوجة عائدية، لا أريد أن تكون متشددة، لا أريد أن تكون متدينة، أعوذ بالله، يؤتيك الله، يؤتيك الله، تبتلى بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك عود لسانك أن لا تطلب إلا خيرا، يقولون العلماء القدر موكل بالمنطق، القدر موكل بالمنطق. نعم، فإن أنت لما تتمنى الخير فإنك تجده، والله على كل شيء قدير. ومن تمنى على نفسه الشر والعياذ بالله فقد يقع، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه بعض الآداب في الدعاء في شهر رمضان المبارك. وعلينا حتى نختم هذا البند من الحديث عن الدعاء أن نتحرى أوقات الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه مستجاب الدعاء في 24 ساعة، خلال 24 ساعة رب العالمين سبحانه وتعالى حي يسمع، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس عنده قيلولة ولا عنده راحة ولا عنده، وهو حي قائم سبحانه وتعالى. السنة هي النعسة، رب العالمين لا ينعس أبدا ولا تأخذه نوم، ويستمع إلى جميع الأصوات في آن واحد بجميع لغاتها، لا إله إلا الله. شوف عظمة الله، يعني أهل دول الخليج يدعون، ودول آسيا، يعني قارة آسيا يدعون، وقارة أفريقيا يدعون، وقارات أخرى ربما يعلمها الله عز وجل نحن لا نعلمها تدعو كذلك، والبهائم تدعو، والمخلوقات تدعو، كلها ترفع إلى الله عز وجل، وربنا يسمع هذه الأدعية ويعلم معناها، ولا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. فهو خلق اللغة الإنجليزية، وخلق الفرنسية، وخلق العربية، وخلق التركية، وخلق التجرينية، وخلق الأمحارية، وخلق ملايين من اللغات لا تختلف عليه الأصوات سبحانه وتعالى، بل أنه يسمع دعاء الكافر المضطر، دعاء الكافر المضطر يسمعه ربنا عز وجل. هذا هو إلهنا، هذا هو ربنا، لا تختلط عليه الأصوات ولا يعظمه شيء أبدا، يعني لا يمنعه شيء، بل كل شيء بيده يسير سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسوء الليل،
ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار فكلتا يديه مبسوطتان. إذن 24 ساعة يدا ربنا عز وجل التي تليق به مبسوطتان. فماذا تريد أيها المبارك بعد هذا؟ ماذا تريد أيها المبارك بعد هذا؟ اقبل على ربك، اترك كل المعاصي، تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله في هذه اللحظات ولحظات القرآن الكريم ولحظات شهر رمضان. بالله عليك لا تخلطها بالمعصية، وإذا وقعت في المعصية ففورا استغفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فأنت في دائرة ربك تبارك وتعالى، فإنك في دائرة التقوى والصلاح تقدم التقوى والصلاح، تكون بين ربك وبين إلهك خائفا وجلا. في دائرة التعامل مع الناس تتعامل مع الناس بالتقوى. في دائرة نفسك تكون إذا وقعت في الحرام فإنك تمحوه بالحلال وبالطاعة، وإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك للذكرى للذاكرين. فقد يقع الإنسان في منكر في شهر رمضان، ولكن العلاج هو العودة إلى الله عز وجل. فعد إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وقعت فانفض التراب عن نفسك وقم وافزع واستمر في السير، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نستغفر الله تعالى ونتوب إليه. طيب، بعدها قال ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا ثمة أمر مهم. كثير من الناس يسهر طول الليل بعيد عن زوجته وبعيد عن أهله، فإذا أذن الفجر صلى وصعد على فراشه لينام، وكذلك أهله يصعدون معه، فيحصل هنا ما حرم الله عز وجل. يقعون في الجماع في نهاية رمضان، والجماع في نهاية رمضان من أفسد المفسدات للصوم وكبيرة من الكبائر، كما ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي حينما جاء الرجل في صحيحين، بل في الصحيحين وغيرهما، قال الرجل: هلكت يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقوع في نهاية رمضان كبيرة من الكبائر ويفسد الصوم، وعليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو حكم الله عز وجل في من يقع في نهاية رمضان على زوجته. وإذا كانت هي مطاوعة أو هي التي أغرته حتى وقع في هذا فإنها تأثم ويلزمها ذلك أيضا. هذا هو قول العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. لذلك هنا هذه الآية الكريمة تحثنا على تحثنا هذه الآية وترغبنا في إتيان أهالينا في ليالي شهر رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم رغبنا الله عز وجل في ذلك وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فاللباس هو الشيء الوحيد الذي يلامس جسدك ويسترك، فأنت ستر لزوجتك وهي الستر وحفظ لك أيضا. والحفظ كذلك بمفهومه العام يدخل فيه الحفظ من الوقوع في منكر عظيم وهو إفساد صوم شهر رمضان، فهي تحفظك من أن تقع، ولكن يجب أن يكون هذا بالليل من ليلة الصيام، وكذلك أنت تحفظها من الوقوع أيضا في الحرام في نهار رمضان. وعليه يقول ربنا عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذه الآية منسوخة، أن الصحابة قديما كان
مسموح لهم يأكلون ويشربون إلى وقت صلاة العشاء، فإذا ناموا واستيقظوا فيحرم عليهم ذلك. يعني بعد الإفطار مباشرة يجوز لهم الأكل والشرب والجماع، حتى إذا أذن العشاء وصلوا وناموا لم يجوز لهم أن يقارفوا. فقارف بعض الصحابة ومن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جامع زوجته، فجاءوا يشتكون النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل خفف الحكم وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا لفتة، الله أعلم إن كان التأويل صحيحا، كونه ربنا عز وجل يقول فالآن باشروهن ثم قال بعدها وابتغوا ما كتب الله لكم. الله أعلم أن في هذا أي بشارة من الله عز وجل لمن أراد الولد أن يجامع أهله في ليالي رمضان مع الدعاء والإلحاح على الله، فإن ليالي رمضان مباركة. وهنا كأن الله يقول لا يفوتكم الجماع في ليالي رمضان لما فيه من البركة والخير، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقد كتب الله لنا الولد الصالح، فهذه الليالي المباركة بما فيها من استجابة الدعاء وبما فيها، فإن الله عز وجل يقول فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فمن يبغى أو يبتغي الولد، فمن تريد وتبتغي الولد فلا يفوتها هذا الشهر العظيم ولياليه في الاستفادة من التعرض على نفحات الله عز وجل، وأيضا طلب سؤال الله سبحانه وتعالى، لأن في الحقيقة الولد هبة، وخير ما يهبك الله عز وجل فيه وأنت على طاعة. رأيتم؟ وصيام رمضان وقيام لياليه من أفضل الطاعات والقربات، فأنت مهيأ. وغالبا ما كان يستجيب الله عز وجل لعباده الصالحين وهم في المحراب. قال تعالى لزكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. رأيتم؟ وكذلك لما دخل يحيى عليه السلام على مريم عليها السلام وعلى عيسى ونبينا الصلاة والسلام، قال الله تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، مكان الدعاء والاستغفار، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مشاهدي الأكارم، فليالي رمضان فرصة للحمل، فرصة، ولأن الله تعالى هو الذي يهب، وقلنا إذا كنا نحن على الطاعة وعلى الاستقامة فحري إن شاء الله أن يستجيب الله دعاءنا. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يهب، فالولد هبة من الله عز وجل. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله عز وجل هو الذي يخلق، الرجل فقط يقذف المني والمرأة تستقبل، والله عز وجل هو الذي يخلق والذي يأمر، فهي هبة من الله. وهذه الهبة كثير من الناس اليوم محروم منها. فيا أخي بادر في ليالي رمضان، بادر في ليالي رمضان، فكأن الله يقول فالآن باشروهن من أجل أن أعطيكم الأبناء الصالحين، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم ذكر بعد ذلك ربنا عز وجل أحكام الاعتكاف، وأن المؤمن إذا كان لديه فرصة أن يعتكف فيحبس نفسه للعبادة 10 أيام كما كان يفعل ذلك نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف أفضل الاعتكاف لا يكون إلا 10 أيام أقلها، وأيضا يكون في فترة الصيام شهر رمضان، ولديه أحكام، وهو يحرم مباشرة الزوجة ويحرم الخروج من المعتكف إلا للضرورة،
ويكون الإنسان يعني خاليا بربه فيكثر من تلاوة القرآن ويكثر من الأذكار والتسبيح والتهليل. هذا هو الاعتكاف الذي شرعه الله عز وجل، وهو حبس النفس ولزومها من أجل العبادة لله تبارك وتعالى. ونهانا عن أن نقترب من زوجاتنا في فترة الاعتكاف، وهذا معناه مفهوم المخالفة أنك تباشر زوجك وأنت صائم إذا كنت تستطيع أن تملك إربك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فالله بالمحافظة على ليالي رمضان في أداء القضاء الشهوة قبل أن نقع في حرم الله عز وجل ونفسد صيامنا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي سئلت به أجبت إذا استعنت به أعنت أن تبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا. اللهم ثقل به موازيننا واغفر به ذنوبنا واستجب فيه دعواتنا. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين، من الذين غفر لهم ذنوبهم، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن أعتقت رقابهم. إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.